السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ صباح يوم جديد، صباح يوم جميل. النهاردة كان يوم جميل قوي اللي هو يوم الخميس. انا الفيديو ده انا مسجلاه من يوم الخميس. انا بسجل صوت النهاردة اللي هو النهاردة السبت. كان يوم جميل، يا رب يجعل الايامنا وايامكم كلها جميلة. كان يوم جميل ليه؟ الحمد لله، وكل ايام ربنا جميلة، بس في احداث بتحصل كده بتخليك اللي انت بتبقي مبسوطة فرحانة. النهاردة كان يوم حنة ابن خالتي. هو من اسكندرية بس هيتجوز هنا في القاهرة. وعملت حتى الحنة عندي. وكان برضو حاجة جميلة برضو كمان، ان ماما كانت جاية. ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض يا رب. كانت اول مرة تيجي عندي في الشقة دي هي واخواتي. قضينا اليوم مع بعض الحمد لله، وعملت الحنة عندي. ربنا يا رب يسعده ويفرحه بحياته هو وعروسته الجميلة. الله أكبر الله أكبر، كانت أمورة جميلة. هادية، ربنا يجعله هادية كده على طول يا رب. بسم الله ما شاء الله يعني. ربنا يبارك لهم في بعض يا رب. قضينا اليوم، كان يوم الحنة عندي كان اللي هو يوم الخميس. قضينا يوم جميل الحمد لله مع بعض، واتغدينا مع بعض. وكانت لمة حلوة قوي. يا رب يجعلنا ملمومين كده في الخير يا رب على طول، احنا وانتم بإذن الله. ويفرح كل من كان يا رب. عملت برضو ايه غدا منه اللي هو ايه، حاجة حلوة وحاجة سريعة برضو في نفس الوقت، لان ايه عايزة اقعد معاهم وكده، ما يبقاش وقتي كله في الايه، في الاكل يعني. واليوم ده انا ابتديته بدري عشان لما هم ييجوا من السفر اقضي اليوم معاهم برضو. عملت كفتة. كان عندي جبت لحمة مفرومة وعملتها بالبرغل. انا عامله 2 كيلو ونص لحمه. حطيت عليهم كوبايه برغل، بس هنا غسلته كده بسرعه، ما انا مش هنقعه في ميه. ليه؟ لان انا هنقعه في البصل بميته. هنا كنت بشرت 3 بصلات كبار، وهنزل عليهم البرغل. وهحط معاهم اللي هي 4 اكياس من بهارات اللحمه المشويه. وهحط عليهم شويه فلفل اسمر. وهدعكم في بعض كده، وهسيبهم البرغل يتشرب من مية البصل. تبقى طعمها حلو قوي. ان شاء الله لو جربتوها تعجبكم، وباذن الله الفيديو يعجبكم. هدعكها كده في بعض. اهي بص عامله ازاي. هغطيها واحطها برضو ايه في التلاجة. اهو اسر بيقول لكم ما تنسوش اللايك. اسر ده ابن اختي. مش هقول لكم حبايبي برضو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. كومنت حلو منكم كده. هنا جبت حزمة بقدونس برضو قطعتها. مع هنا برضو لسه هعملها تاني في الكبة يعني، عشان هنا البقدونس حتت برضو مش مقطعة حتت صغيرة، عشان هضربها هخلطها تاني في الكبة. وليمونتين كبار كده، الليمون مع اللحمة بتدي مش طعم، بتطري اللحمة. وهحط برضو معلقة خل كبيرة. وهحط معلقتين نشا. هما كانوا المعلقتين اللي عندي يعني، كانوا هما عايزين ايه. كانت لو عندك يعني على نص كيلو، انا بحط معلقة كبيرة بصراحة. اهي هنا هضربها احط اهي. هما كانوا شوية دول اللي عندي. وباكم بيكنج باودر. هفضل ادعك فيهم ياما وكده برضه هديهم ايه. هفرمهم تاني فرمة برضه في الكبة. هنا هغطيهم بقى وادخلهم التلاجة لحد لما هعمل جنبه رز بسمتي. اللي هو اللي هعمله بالكبسة يعني، بس من غير لحمة يعني، كبسة كده من غير لحمة. وهعمل طحينة، سلطة طحينة، وهعمل سلطة. هنا ده كيلو رز بسمتي. هنا احط شوية زيت ومعلقة سمنة كبيرة. انا شلت الكفتة في اللحمة المفرومة في التلاجة. تقعد بس كده شوية لحد لما ايه اعمل الرز. هشوحه كده واحط عليه البهارات اللي احنا بنحطها في الكبسة. هنا هي بهارات كبسة كنت جايباها من عند العطار. هحط معلقة كبيرة. واحط بهارات فراخ، واحط معلقة فلفل اسمر. واحط مرقة فاينفوز، واحط كاري. واحط معلقة كركم برضه عشان يدي اللون الصفار الحلو ده.
والليمون مجفف، وكانش عندي اللي هو القرفة اللي هي عيدان، حطيت برضو ايه نص معلقة من البودرة العادية اللي هي بودرة القرفة، وهنا اشوحه كويس اوي مع الزيت والسمنة، واحط مقدار هنا هي هعاير برضو بالعلبة اللي كنت بتاعت الرز، هحط ازازة، وهحط نص ازازة، هو محتاجش مية اكتر من كده، وطلع مفرفر كده وجميل. الحمد لله كان طعمه حلو اوي وعجب كل اللي اكله، الحمد لله يا رب. واحط هنا برضو اشوف الرز الملح بتاعه، وهنا كنت حاطه الشياطة على العين الصغيرة بس يتشرب ميته، واحطه عليه. هنا برضو ايه حطيت ورق لوري ده. وفي الاخر اللي هو خلاص يعني قرب في يعني قبل ما اطفي عليه ب7-10 دقايق كده، حطيت اهو كنت غاسله الزبيب ونقعته شويه، بس مش هقلبه فيه، هسيبه كده على وشه. في الاخر بقى اخر تقليبه هبقى اقلبه كده. الرز البسمتي كان خلص، حطيته كده. هنا بقى ابتدي ايه في الكفته. الميه دي انا كنت حاطه عليها شويه ميه وشويه زيت وشويه خل وليمونه وفلفل اسمر ومعلقه دبس رمان ومعلقه صويا صوص. وهنا الخلطة اللي تحت دي حاطة بصل وطماطم وفلفل الوان احمر واصفر وفلفل حامي، وجبت السيخان اللي هي السيخ ده الخشب، وهفرد عليه الكفتة اهو بالطريقة دي. هعمل بس ايدي بالمية واخده واعملها بالبتاع. الحمد لله الحمد لله، الف هنا وشيف على الاكل كله. الحمد لله عجبه الاكل. يا رب نفضل متجمعين كده في الخير، وربنا يفرحنا ويفرحكم، وتبقى ايامنا كلها ايه خير كده وسعادة وافراح باذن الله. هرصهم كده. انا عملت صاجين من دول، هرصهم كده مع بعض. جربوا البرغل كده لما تنقعوه مع البصل بميته. انا ما صفيتش الميه، مع اني لما بعمل كفته بصفي البصل ميه البصل، وعشان اعوز ايدي كده واعمله من فوق. لكن هنا لا، انا حطيته نقعته مع البرغل. جربوه هيعجبكم ان شاء الله باذن الله. والخلطه اللي تحت البصل والطماطم والفلفل دي والله عجبت كل اللي اكل، كان طعمها جميل قوي. يعني البصل بيبقى طعم واخد من طعم الكفتة، بتبقى طعمها جميل جدا. اهي هنا اول صاج كده، احط بس على وشه من نقطة زيت، واحط برضو من الخلطة اللي انا كنت بعمل بيها. وده كان يومي، والحمد لله عدى على خير بإذن الحمد لله. هنا كنا بننفخ البلالين اهي. كانت السلطة عملتها، وعملت طحينة، والرز اهو فرفره وجميل. وكنت برضه عملتها بفحمة، بس جميلة ازاي، والله كان طعمها تحفة. جربوها ان شاء الله تعجبكم، ويا رب الفيديو يعجبكم. شاركت يومي معاكم. متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. هنا بقى كان بالليل كده، حضرنا الحاجة كده والحمد لله.